ازيكم يا جماعة؟ في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة غريبة ومخيفة شوية، هي الأماكن المهجورة. مش بس في العالم كله، لكن كمان في وطننا العربي. أماكن كانت مليانة حياة وفجأة بقت مهجورة. كل واحد فيهم ليه قصة مرعبة ومخيفة. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. أول مكان معانا النهاردة هو مدينة بريبيات في أوكرانيا. المدينة دي كانت مليانة حياة، لكن بعد الحادث النووي في تشيرنوبل سنة 1986 هجرها سكانها وسابوا كل حاجة زي ما هي. الألعاب بتاعة الأطفال لسه موجودة زي ما كانت، والغرف مليانة بالأساس اللي بقى مهدم ومتآكل. تخيلوا مكان زي ده كان مليان ضحك وضوضاء فجأة بقى مهجور كده. ويقال إن الناس اللي زاروا المكان ده بعد الحادثة قالوا إنهم حسوا بشيء غريب في الجو، كأن فيه طاقة غير طبيعية. البعض قالوا إنهم سمعوا أصوات مش واضحة وكأن حد بيهمس ليهم. مكان التاني معانا هو فروشة في قبرص. ده مكان ساحلي كان من أشهر الأماكن السياحية، وفجأة بقى مهجور بسبب النزاع العسكري في السبعينات. المدينة كلها سابتها الناس فجأة، وكل شيء فيها توقف في الزمن. المحلات والأبنية لسه زي ما هي، كل حاجة اتقفل عليها. الناس اللي حاولوا يزوروا المكان ده بيقولوا إنهم شعروا بشيء غريب، وأصوات الرياح بتكون غير عادية، كأن المدينة بتهمس. وزي ما بنقول مش كل الأماكن المهجورة بتبقى هادية. وأكيد لازم نذكر The Catacombs of Paris في فرنسا. الأنفاق دي تحت الأرض مليانة بقايا بشرية من مئات السنين، وبيقال إن المكان مليان بالظواهر الغريبة. ممكن تقابل أرواح الناس اللي دفنوا هناك، ده اللي بيقولوه البعض. الزوار اللي دخلوا الأنفاق دي بيقولوا إنهم حسوا بشيء تقيل في الجو، وأحيانا بيشوفوا ظلال تتحرك في الزوايا المظلمة. لكن ما تفتكروش إن الأماكن المهجورة دي موجودة بس في الخارج. عندنا في الوطن العربي كمان أماكن مهجورة ومرعبة جدا، زي قصر البارون في القاهرة. القصر ده كان ملك واحد من كبار الأثرياء في مصر، وهو البارون إدوارد إمبان، وكان معلم معماري في زمانه. لكن بعد ما مات القصر أصبح مهجور ومر بالكثير من الأحداث الغريبة. الناس بيقولوا إن القصر ده مسكون. الناس اللي زاروا المكان قالوا إنهم سمعوا أصوات غريبة في الليل زي خطوات، رغم إنه مفيش حد هناك. وفي بعض الأحيان لما بيقربوا من بعض الغرف بيحسوا بشيء غير مريح في الجو، كأن في حاجة مش طبيعية حواليهم. المكان التاني في القاهرة هو مشرحة حلوان. المكان ده كان من أشهر المشرحات في مصر، لكنها في الوقت الحالي بقت مهجورة بالكامل. في ناس بتقول إنها مش بس مهجورة، لكن فيها حاجات غريبة جدا. المكان ده كان بيستخدم لتشريح الجثث، وبيقال إن فيه أصوات غريبة سمعت داخل المشرحة في ساعات الليل المتأخرة. في بعض الأحيان الزوار بيشوفوا ظلال غريبة في الغرف المظلمة، أو حتى يلاحظوا إن باب أو نافذة اتحركت لوحدها. ده بيخلي المكان ده واحد من الأماكن المخيفة والمثيرة. وفي الإسكندرية عندنا عمارة رشدي، وهي واحدة من أقدم المباني في المنطقة. العمارة دي بالرغم من كونها كانت مليانة حياة في يوم من الأيام، دلوقتي أصبحت مهجورة وطاحتها أساطير غريبة. السكان المحليين بيقولوا إنهم شايفين أشباح أو شخصيات مظلمة تظهر فجأة من نوافذ العمارة في الليل. في بعض القصص المشهورة سمعوا أصوات غريبة زي أبواب بتتفتح لوحدها أو أصوات خطوات على السلالم. وزي ما بتعرفوا الأماكن دي دايما فيها نوع من الغموض. طبعا مش بس الأماكن دي اللي فيها أحداث غريبة. في قصر البارون مثلا الناس اللي زاروا قالوا إنهم حسوا بشيء تقيل في الجو، زي شعور بالخوف والتوتر. واللي زاروا مشرحة حلوان بيقولوا إنهم حسوا بالبرودة المفاجئة، وده مش طبيعي، المكان مغلق. في عمارة رشدي في ناس قالت إنهم سمعوا أصوات ضحك رغم إنه مفيش حد هناك، كأن المكان لسه محتفظ ببعض من روحه القديمة. ودلوقتي عايزة أعرف رأيكم، لو كنتم في مكان زي ده هتكونوا قادرين تكملوا ولا مش هتقدروا؟ في عندكم أماكن مهجورة تانية في منطقتكم؟ قولولي في الكومنتات وشاركوا معايا تجاربكم. وبكده نكون خلصنا جولتنا في الأماكن المهجورة والغريبة دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوهات تانية عن الأماكن المرعبة والظواهر الغريبة. أشوفكم في الفيديو الجاي.